السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال. معاكم محمد عادل من قناة استوديو المواهب. إن شاء الله درسنا النهاردة هنشرح الفاب فلتر برو ام بي أو المالتي باند كومبريسور. دي واجهة المالتي باند كومبريسور من شركة فاب فلتر. آه، بيختلف عن الكمبريسور العادي ان تقدر تتحكم في الباند، كل باند لوحده. تقدر تتحكم في اللو وفي الميد وفي الهاي لوحده. لو حابب تضغط جزء معين في الصوت، مثلا حابب تضغط المنتصف الميد يعني، بتضغطه لوحده. حابب تضغط الهاي بتضغطه لوحده. باختلاف الكمبريسور العادي بتضغط الصوت كله في مستوى واحد، انما في المالتي باند كومبريسور بتقدر تتحكم في كل باند لوحده. يعني مثلا لو احنا حابين نضغط جزء في الميد، بنيجي كده هنا وندوس باند هنا كده. تمام. وبنقدر نتحكم في المساحة، نوسعها او نضيقها بالشكل ده كده. تمام. احنا دوسنا هنا واخترنا الباند في المنتصف في الميد. تمام. وبنتحكم فيه من التريشولد. بنضغط التريشولد، بنقلل على المستوى اللي احنا عايزينه طبعا، وبنعلي الريشيو شوية، يعني 4.5 أو 5، مش أكتر من كده. تمام. وبالنسبة للرينج هنا بنقدر ان احنا نوطي ونعلي في الرينج بتاعنا كمية او مساحة الضغط اللي احنا هنضغطها. احنا بنشغل الصوت كده وبنسمع. طبعا الصوت ده خام، لسه مش محطوط عليه اي فلاتر، فاحنا هنشرح عليه. بالنسبة للاتاك والريليز، لو عايز الاتاك او الريليز سريع بتسرعه او بتسيبه زي ما هو. بالنسبة هنا للليفل بتاع الاوتبوت، تمام، احنا طبعا بنسيبه زي ما هو 0. حابين نعمل باند تاني في الهاي، بنضغط كده وبرضو بنختار المساحة حسب ما احنا عايزين وبنسمع. حابين نضغط اللو، بنعمل باند تاني في اللو. حابين نعمل سايلنت، بنسمع كل حاجة لوحدها. بالشكل ده كده. بس طبعا احنا مش بنظبط على الصوت، احنا بس بنشرح فكرة عامة عشان محدش يعمل زي ما انا بعمل. انا مش بظبط على الصوت، انا بحاول افهمك آلية عمل البلاجن او الفلتر ده ازاي. وفي نفس برضو فكرة المالتي باند كومبريسور موجودة في فروتي مالتي باند كومبريسور اللي موجود في برنامج الاف ال ستوديو نفسه. نفس الفكرة برضو. بتتحكم في اللو لوحده، وفي الميد لوحده، وفي الهاي لوحده. ده موجود في برنامج الاف ال ستوديو، مش بتنزله. تمام. نفس الفكرة بالظبط، بس يختلف ان هو محدد المساحة. 3 مساحات انت ممكن في المالتي باند كومبريسور بتاع شركة الفاب فلتر تقدر توسع المساحة حسب ما انت عايز. انما هنا محدد لك ال3 باندات، بتقدر تضغط زي ما انت عايز في كل باند لوحده
على حسب ما انت عايز. ان شاء الله مكملين في الحلقة الجاية، هنشرح بلجن تاني من فلاتر الفاب فلتر. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.